أهلا بكم أعزائي مشاهدي قنوات عاصمة الربيع من جديد من هنا من ملتقى مثقفي حفر الباطن الثالث. يسعدنا في هذه اللحظات أن يكون اسم طالما استمتعنا حينما يطرى باسمه معنا الأستاذ مضحي بن تغيم الشمري، لسانه حالي شباب حفر الباطن دائما في كل الملتقيات وأهالي حفر الباطن. حياك الله أبو محمد. يا هلا، يعطيك العافية وشكرا على هالمقدمة اللي ما استحق ولو 10% منها. أبو محمد، مواقفك تجبر الجميع على هذا الكلام ولا هي حقيقة تستحق أكثر. أبو محمد اسم نستمتع بذكره ونستمتع أكثر حينما نكون مستمتعين بتواجده معنا. الله يعافيكم ويعطيكم وشكرا على هالوفاء الطيب، صراحة غير مستغرب منكم. أبو محمد، كيف رأيت ملتقى مثقفي حفر الباطن الثالث؟ الحمد لله، هذا مؤشر إيجابي جدا صراحة، وهو قاعدة نبني عليها. نعم. وشكرا لمن بدأ. صراحة دائما البداية هي الصعبة، مبادرات كثيرة، لكن اللي يبدأ ويفعل الأمر هذا هو اللي يجب يشكر. ويجب أن ننقش حروف الناس اللي أسسوا هذا الملتقى بحروف من ذهب. نعم. وهل هناك أشياء تتمنى تراها في ملتقى مثقفي حفر الباطن؟ أنا واثق ثقة تامة إن شاء الله أن الجميع سيلتحق بإذن الله. نعم. ويكون إن شاء الله صدى لجميع الناس، على أساس أنه جميع البوادر ستكون إيجابية، والمؤشرات أنا أقرأها الآن ستكون إيجابية بإذن الله، تنعكس إيجابا على المحافظة وتنمية المحافظة ومصلحتها. أبو محمد، دعنا نبتعد قليلا عن ملتقى مثقفي حفر الباطن ونذهب إلى أهم حفر الباطن جميعا شبابها وسكانها، ألا وهي جامعة حفر الباطن. في الفترة الأخيرة أبو محمد ظهر في برنامج تلفزيوني ناقش هذه القضية، هل من مستجدات في هذا الموضوع؟ نحن متفائلين جدا، ويكفي أننا خاطبنا والدنا القائد خادم القرآن الشريفين، وأنا على ثقة إن شاء الله متى ما وصل الخبر ستأتي النتائج إيجابية مع إن شاء الله برضو، يعني سنفكر إيجابيا، لأنه حتى وزير التعليم العالي سيكون له إن شاء الله وقفة إيجابية. بكل تأكيد أبو محمد، اعتذار وزير التعليم العالي عن الحلقة التي كانت في برنامج تلفزيوني تثير الاستغراب قليلا، يعني ما تعليقك في هذا الموضوع؟ قد يكون لهم زي ما تقول ما عندهم أي رد حقيقة. جميع الأرقام اللي جبنا حقيقية، وقارنا مع بعضنا من بعض من تمتعوا بهذه الخدمة فهو حق لهم صراحة. قد يكون الأمر كان محرج لهم، وإن شاء الله نتوقع أن تكون النتائج إيجابية، وطالما شافوا المعلومات والأمور هذه أنا على ثقة إن شاء الله أنه ستكون الجامعة قريبة، لأن هناك ميزانيات إن شاء الله تفي بهذا الغرض، وننتظر إن شاء الله في القريب العاجل إنشاء الجامعة وصدور هذا القرار، وأنا متفائل جدا. نتمنى ذلك. أبو محمد، هل هناك خطوات قادمة بخصوص الجامعة لم تتبعوها إلى الآن؟ جميع الطرق صراحة نحن اتبعناها. نعم. وطالبنا الحمد لله بكل عزمة والأريحية بكل شفافية، وأعطانا جميع الأرقام الصحيحة. نعم. وحقيقة هذا واجب على الوزارة أن تقوم بهذا لنا ولغيرنا، ولكن احنا أرقامنا صراحة يعني لابد أن جازم أنها مقنعة للجميع. نعم. ولكن إن شاء الله ننتظر، قد يكون هناك بعض الإجراءات التي لا نعلمها من الوزارة وما إلى ذلك، لكن إن شاء الله ستنتهي، وزي ما قلت لك في البداية متفائلين جدا بإذن الله. نتمنى أن نرى هذا الحلم الذي طال انتظاره، وبكل تأكيد نحن بقيادة خادم الحرمين الشريفين متفائلين بكل ما هو إيجابي للمملكة عامة ولحفر الباطن خاصة. شكرا محمد لك. يا هلا، وشكرا لكم على هاللقاء، وشكرا لعاصمة الربيع. شكرا لك. نعم أعزائي مشاهدي قنوات عاصمة الربيع، كان هذا اللقاء الأستاذ مضحي بن تغيم الشمري. أبو محمد لسانه حال شباب حفر الباطن دائما في كل الملتقيات. هذا ما لدينا في هذه التقرير، انتظرونا بإذن الله في تقارير قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.